ازيكم عاملين ايه؟ انا شيماء ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك على الفيديو. صاحبه مشكله النهارده بتقول انا كنت حامل في بنوته، والحمد لله ربنا كمل لي حملي على خير وانجبت البنوته. البنوته رضعت مني لمده شهر وبعد كده رفضت الرضاعه تماما. فبدات ان انا اديها لبن صناعي. ففي يوم يا جماعه وهي طالعه كده خارجه من باب الشقه بتاعتها لقيت قطه عاميه مش بتشوف، فحاولت انها تساعدها باي اكل او شرب، فالقطه رفضت خالص. فبدات تديها لبن. فاللبن خلص طبعا من عندها في يوم، فراحت عامله لها من لبن بنتها. فجوزها عرف الموضوع ده فزعق لها وقال لها ما ينفعش كده، انا بجيب لك اللبن ده بالعافيه ومش هينفع ان انت تدي منه للقطه. المهم حاولت تقنعه ان ده حرام وكده، وايه يعني لما نساعدها. هو رافض الفكره تماما. ففي يوم كانت قاعده كده بالليل، لقت صدرها بيشقشق كده باللبن. فحاولت ان هي ترضع البنوته بنتها. بسم الله ما شاء الله رضعت. يعني رضعت رضاعة بتقول رضعت وبدأت ترضع من صدرها. شوفوا يا جماعة، بعد ما قعدت شهر ترضعها وبعدين البنت رفضت انها ترضع، بدأت تديها لبن صناعي لمدة 3 4 شهور. وبعد كده الحمد لله ربنا أكرمها لما ساعدت القطة ان بنتها ترضع تاني. فدي طبعا حاجة طبعا كبيرة جدا. بتقول أنا طبعا ذهلت وقعدت صحيت جوزي من النوم، كنا في الفجر كده، صحيته من النوم وقلت له قوم. طبعا صحنا كنت بعيط عياط هستيري، فمش مصدقة اللي بيحصل دوت. معقولة بنتي هترضع مني تاني؟ طبعا يعني قعدت تعيط وتقول له شفت ربنا. وهو طبعا حس بالذنب جدا وقال لها معلش أنا آسف وما كنتش أقصد. فطبعا لازم طبعا نساعد أي حد محتاج لنا.